الأهلي بيكسب بيراميدز 3-0 في الدوري المصري، وأخيرًا الأهلي بيكسر عقدة التعادلات اللي كان في الفترة الأخيرة ديّة مش عايزة تخلص، وكانت ملاحقة الأهلي كل ماتش 0-0 1-1 وأخيرًا الحمد لله اتكسرت النهارده ب3-0 لبيراميدز. طبعًا أنت حرفيًا لو أنت ما اتفرجتش على الماتش هتقول إن الأهلي النهارده روّق بيراميدز وكان مقطّع بيراميدز وهجمات والقصة دي، لكن للأسف يا صديقي كان عكس كده تمامًا، وكانت بيراميدز هي بصراحة اللي كانت مقطّعة الأهلي. دي كلمة حق، سيبك بقى من يعني أنا راجل أهلاوي وكل حاجة، بس لازمًا أقول كلمة حق، مش هاقول لك بقى إن إحنا كنا عاملين ومساويين، لا، 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 لأ، بيراميدز النهارده قطّع الأهلي، عمل كل حاجة في الكورة، من إمتى؟ من بعد الجون ما جه، يعني المفروض مثلًا إن أنا جِبت جون الأول طبعًا أنت كنت ماسك كورة من أول دقيقة لحد الدقيقة 20 جِبت الجون الموضوع يعني أنا قُلت بقى خلاص بيراميدز هجم وفتح، الأهلي هيحط الجون التاني، حصل عكس كده تمامًا، وإن الأهلي انكمش انكماش أول مرّة أشوفه حرفيًا، حسيت إن أنا بالاعب فرقة مثلًا زي طلائع الجيش والأهلي هو بيراميدز، بيراميدز بقى ضاغط بكل خطوطه، وطبعًا شادي حسين طبعًا عشان هو بطيء ما عرفش يعمل حاجة الشوط الأولاني، نزل محمد شريف في الشوط التاني برضه يعني نوعًا ما، اللي هو كان بيروح بس كان بقى يُقع في الoffside كتير، حرفيًا بيراميدز النهارده عمل كل حاجة في الكورة، يمين، شمال، نُص ملعب، كل حاجة عملها. بس أنا عايز أقول لك النهارده عريس اليوم النهارده السولية، وعايز أقول لك إن أنت طلعت النهارده السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد هاني، ال4 دول يا جماعة النهارده ما شاء الله عليهم النهارده هم اللي كانوا بصراحة مفوّقين الأهلي أوي، أوي، أوي. والشناوي نوعًا ما التركيز كان أحسن شوية، الشناوي بتاع الأهلي مش الشناوي بتاع بيراميدز، الشناوي بتاع بيراميدز النهارده كان سيء جدًا، 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 يعني أنا حاسس إن الجون الأولاني كان ممكن لو كان مركّز كان ممكن يلحق يطلّعها، لو كان مركّز، لكن هو واضح إن هو ما كانش مركّز أو ما كانش متوقع إن الكورة تخش كده، لإن هي جاية فوق دماغه أو فوقه بالضبط، حرفيًا مش عارف إزاي دخلت، بس هي طبعًا الكورة كانت قنبلة. الجون التاني برضه يعني الكورة عمّالة تلِف، أنا قُلت مثلًا لو هو واخد خطوة قدّام كان لحقها، برضه ما مش عارف يعني هو كل الأجوان النهارده كان فيها توفيق. طبعًا الجون التالت طبعًا يعني مش توفيق بقى، ده كان فيها حظ وتوفيق وأكرم توفيق وكل عائلة توفيق كلّهم. حسين الشحات هوبا عايز يرفع خبطت في أحمد سامي دخل الجون. فبصراحة النهارده الأهلي كان فيه شوية حظ. شويتين حظ، مش شوية بس، لإن الجون التالت ده بصراحة أكد إن في شويات حظ النهارده، يتمنى طبعًا من الله إن في كده على طول حظ، شوية حظ بس كده، يعني مش عايز أقول لك إن المُطوشة كلّها تمشي حظ، لأ يعني إن الأهلي اللي بيتعب ويلعب كورة، بتبقى الكورة مش عايزة تخش، سبحان الله النهارده يعني بيراميدز هو اللي كان بيلعب وعامل كل حاجة في الكورة، والكورة سبحان الله كانت حابة النادي الأهلي وكانت عايزة تخش، وكانت حابة السولية النهارده إن ربنا كرمه النهارده بجونين طبعًا يعني هو زي ما باقول لك عريس النهارده وربنا يا رب يشفي بنته كده، وربنا يشفيها له يا رب. عايز أقول كمان يا جماعة النهارده حسين الشحات، حسين الشحات يا جماعة لاعب تقيل، حرفيًا لاعب تقيل وعارف يعني إيه حجم النادي الأهلي، وعارف يعني إيه النادي الأهلي، يا جماعة الراجل ده ما يقعدش، يا جماعة اللاعب ده لازم يلعب وياخد أكتر وأكتر وأكتر، والله هيفيد الأهلي، النهارده الراجل الخطورة كلها كانت من ناحيته، عمل كل حاجة في الكورة، النهارده برونو سافيو مش هو برونو سافيو أو بعد الجون بصراحة ما تعرفش هو اللعيبة كتير ما بقت واخدة مهام إن هي تدافع وانكماش، وكنا بنلعب الكرة الطويلة العرضية ديّة اللي إحنا ما بنعرفش نعملها، لإن مش بتاعتنا، إحنا بنلعب خُد وهات لحد ما بتروح للجون، بتبني هجمة من تحت، إنما الكرة الطويلة العرضية ديّة دي مش بتاعة الأهلي، فالنهارده الشوط الأولاني كلّه كان كده، حسين الشحات لمّا نزل ضبط الحتة دي، بقى يمسك الكورة معلّم، بقى يقف يطلّعها، يقف يطلّع قفشة، يطلّع محمد هاني، بصراحة كانوا عاملين جبهة النهارده من نار. طبعًا مش ناقصة النهارده إصابات، يعني أتمنى إن كريم فؤاد يكون يعني إصابة خفيفة وإنه ما يقلقناش ويكون يلعب الماتش الجاي عادي، عشان هي بصراحة مش مستحملة خالص، طبعًا أنت لسه بنقول عايزين صفقات وعايزين، لكن هندوّر في صفقات ربنا يسترها، محمد عبد المنعم طلع برضه وبيقولوا إن هو مصاب وكريم فؤاد، فربنا يسترها النهارده من الإصابات وما يكونش في إصابات، لإن هي زي ما باقول لك مش مستحملة، وفي الحتة دي بالذات هيبقى أكرم وكريم النهارده يا كتير صديقي بعد بصراحة. الأهلي ما كسب بيراميدز والزمالك خسر من أسوان، يبقى الأهلي عنده 27 نقطة في المركز الأول، الزمالك في المركز التاني ب24 نقطة، فيوتشر في المركز التالت ب22 نقطة، وبيراميدز في المركز الرابع ب20
نقطة. طبعًا فيوتشر لسه عندها ماتش لسه هتلعبه، طبعًا فيوتشر لو كسبت الماتش الجاي هتبقى هي المركز التاني. أشوفكم دايمًا على خير، سلام.